السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل بامية بطريقة سهلة. دايما بناكلها باللحمة الضاني، هنعملها النهاردة باللحمة المفرومة. مش هتاخد منكم وقت خالص ان شاء الله. اول حاجة هنحتاج معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت، وهنحط عليهم 3 فصوص من الثوم المفروم. هنستخدم في الوصفة النهاردة 5 فصوص. هنحط 3 مع البامية و2 مع اللحمة المفرومة. اول ما الثوم يغير لونه هننزل عليه بالبامية. البامية انا استخدمت هنا كيس ونص من البامية المجمدة. لو انتوا حابين تستخدموا يعني مش حابين، قصدي ده اللي كان متوفر عندي، او طبعا الافضل انها تكون ببامية فريش. وهنحط عليهم نص معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. هنديهم تقليبة بس على النار، وبعدين هنحط فلفل الاخضر الحار. هحط هنا نص معلقة، لو انتوا حابين تزودوا فلفل اخضر مفروم حامي، وعصير نص ليمونة. بس اول ما تلاقوا البامية خلاص بدأت اخدت تشويحة حلوة كده هنشيلها، وفي نفس الحلة هنحط اللحمة. انا استخدمت هنا تقريبا 350 جرام من اللحمة. هي مش بتحتاج لحمة كتير، يعني براحتكم كمية اللحمة حسب المتوفر، هي ملهاش مقادير يعني. واستخدمت برضو البهارات، فلفل اسود وربع معلقة صغيرة من البابريكا وبهارات لحمة، بس ما كترتش في البهارات. وبعدين حطينا بصلة متوسطة متقطعة مكعبات وفصين الثوم. هنديهم تقليبة حلوة كده، وبعدين نحط الملح. وهنستخدم عصير الطماطم اللي استخدمته هنا كوباية من عصير الطماطم ومعلقتين من الصلصة. وهنحط شويه ميه، انا مش بحط الميه مره واحده، يعني بقعد ازود لغايه ما تحس ان القوام مظبوط. يعني حطيت في الاول نص كوبايه ميه وغطيت عليها، وهديت النار وسبتها على النار تقريبا 20 دقيقه لحد ما بدات الباميه تدخل في السوا. ممكن تكملوا سواها على النار كلها وتدخلوها تحت الشوايه تاخد لون، او ممكن تعملوا زي ما انا عملت كده، ان انا عملتها بس 3/4 سوا على النار، وبعدين حطيتها في الفرن تكمل سواها درجه حراره 190، وبنولع الشوايه في الاخر تاخد لون. بصوا ريحتها جميله جدا. لو حابين تحطوا فحمه في الاخر ممكن برضو بتدي نكهه. ممكن بقى تاكلوها مع عيش او مع رز. انا عملت رز ابيض بالشعريه. بصوا من الاكلات السهله، وخصوصا لو كان عندكم اصلا لحمه مفرومه جاهزه في الفريزر بتاع الصاجه، هتلاقوا الاكله سريعه جدا. متنسوش بقى لايك وشير.